تعال اقول لك ازاي نحضن ونركن ما بين عربيتين بكل سهوله، ومش زي ما صاحبك قال لك ان التحضير والركنه دول حاجه صعبه جدا. الموضوع كله محتاج منك انك انت ترتب شويه افكار، وانك انت تمشي على القواعد اللي هقول لك عليها، وهتلاقي نفسك ركنت بين عربيتين وبسهوله جدا. لو اول مره تشوفني اضغط اشتراك، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت بتتابعني على صفحه الفيسبوك يا ريت تعمل متابعه علشان كل حاجه توصل لك. انا مؤمن الجزار، ودي صفحه بتاع تعليم سواقه. الركنه بين عربيتين لازم تعتمد معاك ان في حاجه اسمها مره ونص، وفي حاجه اسمها مره وربع. ايه مره ونص وايه مره وربع؟ مره ونص عربيتي ومره وربع عربيتي. يعني لو احنا مثلا قلنا ان العربيه دي بالحجم ده كده، يبقى احنا محتاجين ان العربيه عشان تركن لازم تركن في مسافه مره ونص او مره وربع من حجم العربيه. ودي بتعتمد على شطارتك انت يلي بتسوق او بتركن. لو انت شاطر قوي هتجيبها في مره وربع، لو انت يا نص نص هتلاقي نفسك بتركن في حدود مره ونص من حجم العربيه. تعال اما نشوف بالراحه كده احنا هنعمل ازاي ونركن العربيه دي ما بين العربيتين دول، ما بين العربيه الافيو اللي على اليمين وما بين العربيه القشقاي اللي على الشمال. اول حاجه لازم نشوفها، هل العربيه بتاعتنا الرصاصي دي هتنفع ان هي تدخل بين العربيتين دول؟ دي اول حاجه لازم نشوفها في الفيديو بتاعنا. انا ازاي اقدر المسافه بتاعتي اللي هتدخل فيها العربيه؟ زي ما انتم شايفين كده، كل لما حد يشوف المساحه دي اول حاجه هتقول على طول دي مساحه كبيره جدا. بس هي مش كبيره ولا حاجه، دي يا دوبك مره وربع من حجم العربيه الرصاصي اللي هتدخل فيها دلوقتي. طيب بنعمل ايه؟ اول حاجه هنجيب العربيه الرصاصي دي في المكان ده بالظبط، يبقى اول العربيه عند نهايه العربيه دي. طيب وبعد كده هبدا ان انا ابص من الشباك الخلفي واشوف هل العربيه بتاعتي جت على قد المسافه دي ولا ما جاتش. هو ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي واحنا بنعمله عملي زي ما انتم شايفين. هنبدا دلوقتي نركب العربيه ونيجي بالعربيه الرصاصي، وخلي بالكم وانتم شايفين كده ان العربيه الرصاصي دلوقتي موازيه للعربيه الحمراء، والمسافه اللي بينهم اقل من مسافه متر. دي اهم نقطتين انت لازم تعتمد عليهم. بعد كده هنطلع بالعربيه ونيجي نقف هنا ونشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل معانا. طيب هعمل ازاي الركنه دي بقى؟ اول حاجه هاجي جنب العربيه اللي قدام وامشي بالراحه متوازي معاها وسايب مسافه اسمها ايه؟ اسمها 50 سنتي، لحد ما الاقي ان فانوس العربيه اللي جنبي اصبح موجود في الشباك اللي ورا ده اللي انا شايفه. يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ عملت ان انا جيت جنب العربيه موازي 50 سنتي، وبعد كده وقفت امتى؟ لما اخر حدود العربيه اللي هركن عليها بقى في نص الشباك اللي ورا، في نص الشباك اللي ورا. بعد كده بقى نشتغل التحضير عادي. يبقى احنا عملنا دلوقتي حاجتين اساسيين، ان انا بيني وما بين العربيه قيمه 50 سم اهو، وعايز اركن ما بين العربيه دي والعربيه اللي ورا الافيو. يبقى احنا هنركن في المكان اللي في النص ده. المكان ده هنعمله ازاي؟ اول حاجه زي ما احنا قلنا مع بعض، هقوم جايب الفتيس على الار وجايب الدركسيون كله يمين، وابدا ارجع بالراحه جدا، تمام، علشان ان انا ادخل ما بين العربيتين. بصوا كده في المرايه هيبقى الدنيا عامله ازاي اهو اهو، والعربيه بترجع وانا ما بحركش ايدي. يعني لو بصينا على ايدي كده، ايدي ثابته كله يمين اهو يا جماعه، اخر الدركسيون. واقوم ارجع في المرايه لحد ما الاقي ان انا رجعت وخلاص العربيه خبطت الرصيف زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات، والمقبض بتاع الباب اللي ورا فوق الرصيف. كده انا عندي من ورا 50 سم. لو خدنا بالنا بس، خدنا كده سكرين شوت كده صغير للمرايه الشمال، شفتوا المرايه الشمال جايبالي ايه يا جماعه؟ جايبالي ان العربيه بالكامل اللي ورايا ظهرت في المرايه الشمال. هقوم جايب الدركسيون
كله شمال، واكمل رجوع بالراحة جدا زي ما انتوا هتشوفوا كده في المراية اليمين. اهو اهو اهو. ها، بنرجع بالراحة خالص يا جماعة اهو. شفت الرصيف بيتحرك معايا، والعربية اللي ورايا لسه في وسع. تمام. على فكرة يا جماعة، لما بيبان لك في الرجوع لورا ان انت رجعت وخبطت العربية زي ما باين كده في المراية اللي في النص، بيكون لسه فاضل مسافة قيمة 50 او 70 سنتي. تمام كده يا جماعة. هكمل رجوع زي ما احنا شايفين كده في المراية اليمين لحد ما الاقي نفسي عربيتي ظبطت. بعد كده اقوم اعمل ايه بقى؟ اعدل الدركسيون، ادي نص وادي نص وادي نص اللي هما اللفة ونص، وبعد كده اقوم اطلع اوسطن عربيتي بين العربيتين، تكون عربيتي ركنت بشكل مظبوط جدا. طيب احنا دلوقتي ركننا خلاص بين عربيتين، اقوم جايب الان واشد فرامل اليد. دي الركنه يا جماعه اللي بين عربيتين، اللي الناس كلها اصلا قلقانه منها وخايفه منها، وتحس ان الموضوع صعب جدا. لو عملنا الحاجات دي يا جماعه هنلاقي ان الموضوع بسيط جدا، مش زي ما انت بيتقالك ان الركنه دي حاجه صعبه ومستحيله، وان الركنه دي عايزه ممارسه كتير. طبعا كل حاجه عايزه ممارسه، بس انت لو فهمت القواعد بتاعتها هتلاقي انك انت عملتها بكل سهوله جدا، لدرجه انك انت ما تخيلتش انك انت تركن بالدقه دي ولا تكون موازي للرصيف وما بين عربيتين بسهوله كده. لو عجبك الفيديوهات بتاعتنا ما تنساش تدعمنا بلايك او شير، ولو انت اول مره تشوفنا سبسكرايب للقناه وشغل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. طبعا ما تنسوش تصلوا على النبي زي كل فيديوهاتنا، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.